النهارده بقى هنعمل مع بعض الكسكسو الجميل اللي انت شايفاه ده كده، من اول بقى خطوة فيه لحد ما هتشوفوه في النهاية عامل ازاي باسهل طريقة وجميل جدا. طبعا دي بحلة المخروطة بوريها لكم عشان اللي ما يعرفهاش. بتبقى عبارة كده عن حلة بتحطي فيها كده مية، والتانية بتبقى عبارة كده عن مصفى مخرمة بتحطي فيها بقى المخروطة الكسكسو بالشكل اللي انت شايفاه. دي حلة بخار يعني. هنبدأ كده مع بعض على طول، ومعايا بقى كده المية فيها معلقة ملح صغيرة والدقيق. الكسكسو ده عبارة عن دقيق ومية بس مش اكتر من كده. طبعا بقى تبداي كده ان تحطي المية كده معلقة معلقة كده على الدقيق. مش بتحطي المية كده مرة واحدة، لا لازم تحطي كده المية بالراحة وتقلبي. بتحطي كده كمية مية صغيرة بالشكل اللي انت شايفاه ده كده وتقلبي. طبعا احنا عاملين كمية كبيرة، انت ممكن تعملي نص كيلو كيلو طبعا زي ما تحبي. تبداي بقى ان انت تقلبي كده في الدقيق واحده واحده كده بالراحه، عشان الدقيق معاه يبقى كله مندي كده بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، ما يبقاش مكلكع معاكي ولا حاجه، او ولا يروح كله عجين. لو انت حطيت الميه كلها مره واحده هيعجن منك، لا هو بيبقى بالشكل ده كده. انا طبعا مش مسرعه الفيديو عشان خاطر يوصلك كل تفصيله كده بالراحه وتستفادي منه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. تبداي بقى كده ان انت تحطي الميه واحده واحده كده وتقلبي. طبعا لو وصلت معايا بقى لحد هنا ما تنسيش تدعميني في القناه واللايك والشير عشان يوصلك كل جديد، وكل الفيديوهات بتاعتنا كده موفره وجميله بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. طبعا بعد ما حطينا كده كميه الميه كلها بدات بقى ان انت تقلبي كده واحده واحده، وديكي تبقى حنينه كده على على الدقيق عشان ما يبقاش كله عجين معاكي، لا يبقى مفرول بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. طبعا الكسكسو بيطلع منه الحلو والحادق. طبعا بقى عايزه تحطي كده عليه لبن وسكر، تحطي مكسرات. طبعا تعملي كده حادق طبعا جنب الشوربه كده لحمه بط زي ما تحبي. يعني بيطلع منه كام طريقه حلو وحادق. وطبعا انتوا عارفين الرز غالي قد ايه، يعني مره تعملي كسكس ومره مخروطه مره رز. طبعا انا عامله لكم طريقه المخروطه برضو على القناه. طبعا بعد بقى ما عملت الكمية كلها بالشكل اللي انت شايفينه بدأت بقى ان هي تنخله بالشكل ده كده. طبعا تسلم ايديها ماما. آه طبعا تنخليه، لازم تنخليه بالشكل اللي انت شايفاه كده عشان يطلع معاكي ناعم، ما يبقاش فيه اي كلاكيع بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. وبعد طبعا ما عملت الكمية كلها حطيتها بقى في حلة البخار. شوفوا طالع ناعم كده وجميل وناجح. طبعا حلة البخار بقى بعد المية ما غلت بدأت ان انا احط كل الكمية بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، لحد كده ما يتبخر معاك وياخد خد ساعة كده على النار. وبعد كده فضيته بقى على طبق كبير بعد ما برد. تحط عليه كده كوبايتين لبن ترديه باللبن. وبعد كده ترجعي تحطيه تاني ربع ساعة كده في حلة البخار، وكده بيبقى جاهز بقى على السوا، سواء هتاكليه حلو او حادق بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. طالع ناجح وجميل بالشكل ده كده، واشوفكم على خير ومع السلامة.